هنا في هذه الكنيسة وقع الهجوم. كانت الساعة تشير إلى 9:25 حينما كان يقام القداس الصباحي، وفجأة اقتحم شخصان المكان واحتجز من كان بداخله. القس، 2 من المصلين و3 راهبات، واحدة منهن تمكنت من الهرب وهي التي أبلغت رجال الشرطة. حاولت فرق التدخل وقوات مكافحة الجريمة والقوات المحلية التفاوض مع الإرهابيين عبر باب صغير جانبي في الجهة الخلفية للكنيسة. فشلت هذه المحاولة الأولى، فاضطر رجال الشرطة إلى اقتحام المكان. مهمة صعبة لأن 3 من الرهائن كانوا خلف الباب ويستخدمهم المعتديان كدروع بشرية. بعد ذلك بقليل خرجت الراهبتان وأحد المصلين من الكنيسة، فلحقهما المهاجمان، وكان أحدهما يحمل مسدسا وانقض على قوات الأمن وهما يصرخان الله أكبر. فتحت قوات الأمن النار عليهما، ما أدى إلى مقتلهما على الفور. أحدهما كان يحمل حول جسده حزاما ناسفا مزيفا و3 سكاكين، أما الآخر فكان بيده منبه مغطى بورق ألمنيوم، وداخل حقيبته التي يحملها على ظهره عبوة ناسفة أخرى مزيفة أيضا. داخل الكنيسة عثر على القس جاك هاميل البالغ من العمر 84 عاما مذبوحا، في حين عثر على شخص آخر مصابا بجروح خطيرة بسكين. ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من 2 أسبوع على مجزرة نيس، ليكون بذلك أول اعتداء يتعرض له موقع كاثوليكي في أوروبا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية.